خلاص كل وعمل. أنا أرقيك من العين، أنا هو من يرقي من العين. ورقية العين أنا قلت لكم ونصحتكم بشيئين وسأعيد النصيحة. من أراد أن يعلم أن به عينا أو به سحرا ما يفعل؟ يأتي بكأس من الماء فيضع يده، هذا الإصبع هذا الإصبع بعد الوضوء، فتقرأ آية الكرسي، هذه خاصة بالسحر، آية الكرسي 7 مرات، 7 مرات، وبعد كل مرة تدفل 3 مرات. فإن شربت الماء فإن كان ثقيلا لا تستطيع أن تشربه فاعلم أن بك سحرا، وإن كان خفيفا وكان بك مسا فاعلم أن هذا المس هو عاشق وليس ساحر. والثانية، إن كنت تريد أن تعلم أن بك عينا حارة فأتي بكأس من الماء واقرأ عليها آية الكرسي، الحمد لله، الفاتحة، وآية الكرسي، والآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قد ذكرتها عدة مرات ولكن في الإعادة إفادة لأن هناك من لم يسمع. والآية الرابعة، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. والخامسة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فإن شربت الماء فأصابك صرع أو دوار فاعلم أن بك عينا حارة، فإن شربت الماء ولم يصبك شيء فاعلم أنك سليم. لا تذهب إلى راق ولا إلى شيء، خذ هذا الكأسين من الماء، إن شككت في السحر بان لك، وإن شككت في العين بان لك. لماذا تتعب نفسك وتخسر مالك وتؤذي معدتك وتخسر دمك؟ لماذا؟ ما بكم؟ ألا تعقلون؟ نحن ميزنا المولى سبحانه وتعالى بالعقل